ما ينفعش تيجي دلوقتي تقول لي بعد ما كنت متصدر الدوري من اول جولة لحد دلوقتي وتقول لي اصل احنا كان هدفنا مش اننا ناخد الدوري. لا، احنا كان هدفنا ان احنا ناخد المراكز المؤهلة لدوري الابطال. انت كده بتضحك على نفسك، بتضحك عليا، بتضحك على غيرك، وعايز تصدر حاجة كده مش موجودة. ما ينفعش ابقى انا متصدر الدوري واخسره. لا، كده في خلل، والخلل مش من دلوقتي. بص كده على ترتيب جدول مباريات نادي ارسنال، هتلاقي ان هي تعادلات تعادلات، انقاذ مباراة، فوز متأخر. انت حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك بتعمل ايه بجد؟ يعني حضرتك بتعمل ايه الفترة اللي فاتت دي كلها؟ بتعمل ايه؟ تعادل قدام ليفربول وهي في أسوأ حالاتها، تتعادل قدام ويست هام، تتعادل قدام ساوثهامبتون، وجاي طبيعي جدا طبيعي جدا لما تقابل الوحش الجائع المتعطش لصدارة الدوري، وانت قبلها باسبوعين اديت له كده الايه، عشمته، وجاي عايزه يلعب بتراخي. طيب والله خسارة المباراة دي هي مش لأمور فنية أكتر ما إنها أمور نفسية. بص على أول 5 دقايق بالظبط في المباراة وإنت كل لاعب في أرسنال مرعوب، خايف. هو خايف، باين في الباص، في الضغط، حتى هو عايز يبان ان هو بيضغط بشراسة وان هو مش قلقان. ده كان اكبر دليل يقدر من خلاله المشاهد العادي يشوف ان في فرقة خايفة وفي فرقة قوية، وحالة الفوقان الغير عادية عند لعيبة السيتي. كلام في الكورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الماتش الامور التكتيكيه بتاعته بصراحه غياب صليبه كان ليه دور كبير جدا، بس هنقول مش مشكله. يمكن هولدنج يعني الفرصه ما بتجيش في العمر غير مره واحده، وان التشكيل مش عارف ايه، وان الكلام ده كله، ويعني كان المفروض ان هولدنج يقدم افضل ما عنده. بس مش مشكله، هولدنج في اول اختبار ليه كان مع اقوى مهاجم في العالم وهو هالاند. بس هل من الطبيعي ان لاعب من نص الملعب يعمل كده التالتة جون؟ ومش من يعني هي من قبل حدود ال 18، هي مش في ال 18. يعني هو الراجل دي بروين اللي في الحالة اللي هو اجمل واحسن مستوياته، الراجل كل اللي عمله فنت، استلم خارجي داخلي بقى في، يعني هي ملهاش تعليم. هو الراجل ده تحس ان هو كان في حصة تدريبية، وان يعني دي كان هو الراجل استلم عدل شاط. هي نموذج للهجمة السريعة والتنفيذ الصحيح في حصة تدريبية. يعني دي نموذج طبيعي لأي كورة او اي تمرينة، لان انت لما تيجي تمرن حد وتقول له يا ابني احنا هنستلم هعدل هشوط، دي اسرع طريقة للجون. هو ده اللي حصل. رامز ديل لا يسأل عليها، ان رامز ديل لولا رامز ديل في المباراة دي وهو شال انفرادات واهداف، يعني كانت المباراة دي راحت في 5 في بداية الشوط الثاني، يعني 5-0 كده 6-0 في بداية الشوط الثاني لولا رامز ديل. هولدنج لا يعني هولدنج كان وجبة سهلة وخفيفة جدا على القلب وبتتبلع بسرعة على هالاند كان بيسحبه. يعني بص كده معايا، ركز معايا. دي هنقول دي تشكيلة أرسنال، أوكي؟ يعني دي تشكيلة أرسنال بقى كان بيلعب من غير ده، بس كده حرفيا. هو الباص بتعدي منه كل حاجة، يعني أنا كل حاجة باص بيعدي منه بقى، الترقيص مجرد ما هالاند يسحبه ياخده من هنا كده يطلع بيه هنا كده، خلاص عليه العوض ومنه العوض، سوري، يطلع بيه هنا عليه العوض ومنه العوض، يقوم طالع دي بروين حاطط الجول. تشكيلة وباينة وموضوع، يعني مش محتاجة تمرين يا جماعة، مش محتاجة تمرين، هي مش محتاجة. انت حضرتك لما انت تيجي تتفرج على المباراة هتلاقي ان في
اخطاء كتيره جدا نفسيه، مش فنيه اطلاقا، نفسيه. المباراه اللي زي دي كانت عايزه معد او مؤهل نفسي للعيبه ارسنال، مش فنيات. وكمان انت هقول لك انا على حاجه، اللعيبه دي زي ما بيقولوا كده ايه، استنزفت. يعني انت اللهم تروسارد اللي جه جديد في الانتقالات وجورجينيو بس لكن هي استنزفت، وكان لابد ان يكون معاها يعني كادر كبير. يعني انا كان نفسي مثلا ان في التشكيله دي حتى لو هيقعد على الدكه يكون يا اما لاجازيت يا اما اوبيبيانج، لازم يكون في شخصيه قويه موجوده. حتى يا اخي لو كنت هتجيب كريستيانو رونالدو، زلاتان ابراهيموفيتش، الناس اللي شخصيتها قويه اللي هتاخد الضوء وال يعني الضغط على اللعيبه دي. السيتي حرفيا كان في حصه تدريبيه، حرفيا. انا شايف والله العظيم، انا شايف ان الحته دي يا دوبك دول اقماع، دول اقماع، ودول سوري، دول اقماع ودول بيتمرنوا. حرف الاجوان اللي دخلت هي جمل تكتيكيه تدريبيه، اشبه بتدريبيه. هي تفكك دفاع ارسنال في 3 نقلات دي، يعني مش عارف اقول ايه والله العظيم. معاك ارتيتا بتقابل السيتي دفاع متقدم، ويعني بغطي الاوفسايد بكيلو. مجرد ما هالاند ينزل يسحب هولدنج، كيفن دي بروين على طول يقوم طالع. سهله، لا سهله جدا. لا وكمان هولدنج يعني اللهم صل على النبي عليه، راجل يعني ايه. في كوره كده عملها ايه هالاند جوه ال6 بالظبط، يعني جوه منطقه الجزاء، عملها كده تك تك خرج هو سليم والكوره سليمه، والراجل هو يعني لولا رامز ديل كان زمان الكوره دي جوه حرفيا. فيعني وهالاند بيعمل دريبل بالكوره بيعدي. يعني هالاند مش من اللعيبه اللي هي سيزر بقى ولفات وتلاقيه راح جايب بكعب رجله وراح مهوش، لا ده الراجل بيعمل ايه، الراجل ماشي عادي جدا ستريت في اتجاه الجون وهولدنج ومش موجود، مش موجود حرفيا. ولولا بقول رامز ديل كان المباراه دي خلصت اكبر بكتير من النتيجه المعتاده. وعايز اقول لك انا على حاجه بجد والله، لاي حد مشجع لنادي ارسنال، كل اللي انا اقدر اقوله لك ان دي مش اول مره. كان في دوري زي ده برضو اسهل من ده شويه، كان نص ان ما كانش ال6 الكبار في انجلترا واقعين. كان السيتي واقع، تشيلسي واقع، ليفربول واقع، مان يونايتد واقع، توتنهام واقع، كله واقع. وفي الاخر مين اللي خد الدوري؟ ليستر سيتي. استنى اقول حاجه تانية، ليستر سيتي سيزون 2015 ده كان السيزون الاسهل من ده ان ارسنال تاخد فيه الدوري. السنه دي برضو تشيلسي واقع، ليفربول واقع، يونايتد لسه فايق متاخر، توتنهام واقع، نيوكاسل يعني على استحياء ابتدى يزحمك شويه. السيتي كان في فرق بينك وبينه 10 نقط، راحوا في مهب الريح. مازال التلميذ لن ولم حتى الآن يتفوق على أستاذه أرتيتا. في كل مباراة بيواجه فيها جوارديولا بتنتهي المباراة لصالح جوارديولا، وما زال جوارديولا لن ينتهي. وجوارديولا كان بالنسبة لي أنا هو بيحضر للاحتفال بالدوري، وكمان بيستعد ليه ريال مدريد. بصراحة بالمنظر ده أنا شايف إن السيتي هي الفرقة الأقوى عالميا إلى حد الآن، ولكن كل المعطيات والعلوم والأشياء الصحيحة الملموسة بتنتهي تماما عند نادي ريال مدريد. كل شيء صحيح، كل شيء متوقع، كل شيء مضمون بينتهي عند ريال مدريد. فريال مدريد النادي الغير متوقع والغير مضمون، والنادي اللي بيكسب بطريقة غير علمية، بيكسب بطريقة غير واضحة غير ملموسة. ما تقدرش تقول ريال مدريد عمل 1 2 3 فكسب. ريال مدريد بيكسب
ازاي ممكن انت تقول يعني ده يقول بالكاونتر اتاك، ده بالروح، ده رودريجو، ده فينيسيوس، ده بنزيما، الاراء تختلف في انه كسب ازاي لكن بيكسب. لكن جوارديولا والفلسفه وماكينه الاهداف والسلاح القوي جدا اللي كان بيفتقده جوارديولا خلال السنوات الماضيه اصبح عنده، والسلاح الجبار والعقول والعلوم والتركيز والتكتيكات والفلسفه الكرويه قصاد كل ما هو ليس له علاقه بالعلم في الكوره، هو كل ما هو له علاقه بالروح والشخصيه، وحاجه كده اخترعها نادي ريال مدريد اسمها شخصيه البطل. هيواجهوا بعض، هنشوف ايه اللي هيحصل ما بين متصدر الدوري الانجليزي ووصيف الدوري الاسباني نادي ريال مدريد. كان معكم احمد نصر، الى اللقاء.